تاني حاجة شبه هنتكلم فيها هو عبارة عن الكود. يعني ايه كود؟ كده دايما بقول كلمة كود، فعايزين نعرف يعني ايه كلمة كود عشان نقدر نفهمها. طيب عشان اقول لك كلمة كود يعني ايه، تعالى نسأل السؤال بطريقة احسن. هو ايه الفرق بين كلمة كود وكلمة ستاندرد وكلمة سبيسيفيكيشن او مواصفة؟ في الحقيقة يا باشمهندسين، الكود ده هو عبارة عن مجموعة من القوانين اللي بتحكم أو بتحدد أو بتحافظ على أمن وسلامة الناس. مجموعة من القوانين كده الدولة بتحطها عشان تقدر تحافظ على أمن وسلامة الناس. وفي الحقيقة إن مفيش مجال من مجالات الحياة إلا لما لازم تلاقي إن في قانون بيحكمها. سواء كنا بنتكلم على كرة القدم، فهتلاقي في مجموعة من اللوائح بتحكم طريقة اللعيبة في الملعب وتحكم الحكم، وأي حد بيعارض القوانين دي أو ما بيطبقهاش فهو بيتعرض للعقوبة. نفس الكلام المرور، فالسائق اللي بيسوق العربية هو عنده سرعة قصوى ما ينفعش يعديها، ولو عداها بيتعرض لمخالفة. طب هل إحنا كمهندسين بنتعامل مع أرواح الناس ما يكونش عندنا قانون نطبقه عشان نقدر نحافظ على حياة الناس؟ طبعا في كود، وهو ده الكود اللي إحنا هنتعامل معاه. يبقى الكود هو عبارة عن مجموعة من القوانين اللي بتصدرها الدولة أو بتعتمدها الدولة علشان تحافظ على أمن وسلامة الناس. طيب هل جميع الدول عندها كود؟ لا، خليني بقى عشان أجاوبك على السؤال ده أو أعرف لك الأول يعني إيه كلمة ستاندرد ويعني إيه كلمة سبيسيفيكيشن. كلمة ستاندرد يا شباب هو عبارة عن بحث أنا عملته أو جهاز أنا اخترعته وأثبت الصحة بتاعته. وليكن أنا عملت جهاز بيحسب كثافة الخرسانة، والجهاز فعلا أثبت إن هو بيحسب كثافة الخرسانة بدقة عالية، وتم اعتماده إن الجهاز ده فعلا بيطلع نتائج صح. أو بحث أنا عملته عن التربة مثلا، واتعرفت إني علشان أعمل طبقة ردم فلازم أردم على طبقات سمك الطبقة ما يزيدش مثلا 25 سنتي، عشان 1 2 3 4، وقلت الأسباب وفعلا الدولة اعتمدت ده. دي حاجة اسمها ستاندرد. يعني الستاندرد هو عبارة عن جهاز أو بحث أثبت صحته وتم اعتماده. طب مين اللي بيطلع الستاندرد ده؟ احنا قلنا ان الكود الدولة هي اللي بتصدر الكود. طب مين اللي بيعمل الستاندرد ده؟ الستاندرد ده يا شباب بتصدره مجموعة من الهيئات المختصة بالبحث العلمي، زي حاجة مثلا اسمها ACI اللي هو معهد الخرسانة الأمريكي. بيصدر مجموعة من الستاندرد، بيعمل مجموعة من الأبحاث ويصدر مجموعة من الستاندرد خاصة بالخرسانة المسلحة. تاني حاجة مثلا حاجة اسمها ASTM، بنسمع اسمها دايما، فهي حاجة مختصة بتستنج ماتيريال. حاجة دايما برضو بنسمع اسمها حاجة اسمها الأشتو، أظن كلنا سمعنا عنها. دي عبارة عن مؤسسة بتصدر مجموعة من الستاندرد خاصة بالطرق والهاي واي والترانسبورتيشن. عرفنا كده يا باشمهندسين معنى كلمة ستاندرد، إن هي عبارة عن مؤسسة بتعمل مجموعة من الأبحاث أو بتعمل مجموعة من الأجهزة وتثبت صحتها. طيب افرض البحث اللي أنا عملته ده يا باشمهندسين أو الجهاز اللي أنا اخترعته ده الدولة شافت إن الجهاز ده كويس وهي تقدر تعتمده، يتحول على طول الستاندرد ده يتحول لكود. يبقى الكود أو الستاندرد ينفع إن هو يتحول لكود لو الدولة اعتمدته وطبقته بقوة القانون، بس أي حد يخالفه يتعرض للعقاب. حلو، يبقى عرفنا إزاي الستاندرد يتحول لكود. ثالث حاجة معانا هو عبارة عن السبيسيفيكيشن أو المواصفة، بختصرها وأسميها سبيكس. معناها ببساطة كده additional requirement، عبارة عن متطلبات إضافية وتكون مختلفة من مشروع لآخر. يعني كل مشروع يبقى ليه المواصفات الخاصة بيه. يعني مثلا يا باشمهندسين هقول لك مثال، وليكن لو قلنا إن الكود بيقول إن لو أنا هردم فأنا بردم على طبقات سمك الطبقة ما يزيدش عن 25 سنتي. فأنا جيت في مشروع معين لقيت إن التربة فيها مشاكل، ممكن لو أنا طبقت البند بتاع الكود ده يحصل مشكلة. فأجي في المواصفة عشان أقدمها للمقاول أقول لك هنردم على طبقات سمك الطبقة ما يزيدش عن 15 سم. هل كده أنا عرضت الكود؟ لا، أنا ما عرضتش الكود، أنا كده زودت معامل الأمان. الكود بيقول 25 سم، لا أنا قلت 15 سم بسبب المشروع نفسه. لكن لو أنا قلت 30 سم فأنا كده بعرض الكود، ومن حق المقاول إن هو فعلا يطبق البند بتاع الكود 25 مش 30. حلو جدا. طيب كويس يا باشمهندسين، يبقى عرفنا ان المواصفه هي عباره عن متطلبات اضافيه بتختلف من مشروع لاخر، وعرفنا ان الستاندرد بتصدره مجموعه من الهيئات ولو تم اعتماده بيتحول الى كود. طيب هل جميع الدول يا باشمهندسين عندها كود؟ في الحقيقه لا. طيب في بعض الدول يا شباب عندها قدره ماليه علشان تقدر ان هي تصدر الكود، لان موضوع شباب الكود علشان يتعمل فعباره عن بيتكون من لجنه، بتتكون من دكاتره وعلماء وباحثين يبداوا ان هم يعملوا بنود الكود بالكامل. فلو احنا بدأنا نفكر كده قلنا ان الكود مثلا لو يكن فيه كود 1000 صفحة،
وكل صفحة فيها 20 بند، فاحنا بنتكلم في 20,000 بند. كل بند عشان يتعمل فهو محتاج مئات الأبحاث اللي تعملها الباحثين في الماجستير والدكتوراه عشان يقدروا يثبتوا صحة البند ده. فالموضوع فعلا مش سهل، فمش كل دولة تقدر إن هي تعمل كود. طيب إيه الدول اللي قدرت إن هي تعمل كود لوحدها؟ طيب جمهورية مصر العربية يا شباب عملت كود، عملت لجنة للكود المصري وبدأت إن هي تعمل الكود المصري تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. ولأن الموضوع زي ما قلنا إن هو صعب، فالكود المصري بدأ يستعين بالأكواد العالمية وبدأ ينسق البنود بتاعته وبدأ يغيرها حسب طبيعة جمهورية مصر العربية، وطلع لنا الكود المصري تنفيذ وتصميم المنشآت الخرسانية. بعض الدول التانية لقيت إن الموضوع فعلا صعب، لجأت لحاجة اسمها موديل بيلدينج كود. يعني الموديل بيلدينج كود نفس الكلام يا باشمهندسين، زي ما قلنا ان في حاجه اسمها ACI معهد الخرسانه الامريكي او بعض المؤسسات الاخرى بدات تعمل حاجه اسمها موديل بيلدينج كود، عباره عن كود لكن لم يتم اعتماده لسه، بتعرضه على الدوله بحيث لو الدوله شافت ان الكود ده فعلا مظبوط تبدا ان هي تطبقه بقوه القانون ويتحول من ستاندرد يتحول لكود. ودي حاجه بسميها موديل بيلدينج كود. وفي الحقيقه ده اللي هنتعامل معاه اللي هو ACI 318 لسنه 2019. هو في الحقيقه هو ستاندرد والدوله اعتمدته، امريكا الشماليه اعتمدته وتحول الى كود. وبالتالي يا شباب عرفنا ايه الفرق بين كلمه كود، ان هو عباره عن مجموعه من القوانين الدوله بتحطها او بتعتمدها، او هو ستاندرد وبيتحول لكود علشان تقدر تحافظ على امن وسلامه الناس. كلمه ستاندرد قلنا ان هي عباره عن جهاز انا اختبرته او بحث انا عملته واثبت الصحه بتاعته وتم اعتماده ويمكن تحوله الى كود. المواصفه عباره عن متطلبات اضافيه بحطها وبتتغير من مشروع للتاني. وقلنا ان الكود اللي احنا هنتعامل معاه باذن الله في الدبلوم هو ACI 318 لسنة 2019. وقلنا ان هو ستاندرد وتحول الى كود. بعد يا شباب ما اتكلمنا عن الكود، تعالوا بقى نتكلم كده باستفاضة عن الكود اللي هنشتغل بيه اللي هو كود ACI 318 لسنة 2019. ونمسك كده الغلاف بتاعه واحدة واحدة ونفهم كل كلمة موجودة فيه بمعناها ايه. اول حاجة نلاقي فوق كده بيقول لك SI International System of Unit. عرفنا الكلمة دي قبل كده واحنا بنتكلم في اليونتس ده ان ده النظام الدولي للوحدات او النظام العالمي للوحدات. يبقى فهم من كده ان الكود ده او النسخه اللي انا هتعامل معاها فيها او جميع القوانين اللي فيها بطبق بيه النظام العالمي للوحدات اللي هو عباره عن النيوتن والمتر. حلو جدا. طيب هل الكود يا باشمهندسين بيصدر بالنسخه دي فقط؟ في الحقيقه لا. فهلاقي بند من الكود اللي هو R1.2.3 بيقول لك ايه بقى؟ اللجنه 318 بتصدر الكود باللغه الانجليزيه والوحدات باوند وانش. و based on this version يعني الفيرجن الأصلي هو باللغة الإنجليزية وبالإنش والباوند. ولكن على الإصدار ده فاللجنة بتصدر مجموعة من الفيرجن عبارة عن 3 فيرجن قدامنا هم A و B و C. أول فيرجن باللغة الإنجليزية وبالوحدات النظام الدولي اللي هو بسميه ACI 318M. لما أشوف ACI 318M معناها إن أنا بتعامل مع اللغة الإنجليزية وبتعامل مع وحدات النظام الدولي. تاني إصدار بيكون باللغة الأسبانية وبنفس الوحدات وحدات النظام العالمي، وبحط هنا حرف الاس يبقى ACI 318S معناها إن اللغة الأسبانية ووحدات النظام العالمي. تالت إصدار هو باللغة الأسبانية وبيكون بالباوند والإنش وبسميه ACI 318 SUS. وبالتالي الكود هنا بيقول لك بقى إيه؟ عندي ACI 318 اللي هو باللغة الإنجليزية وبالباوند والإنش، عندي ACI 318M اللي هو باللغة الإنجليزية وبالنيوتن والمتر، عندي ACI 318S اللي هو باللغة الأسبانية وبالنيوتن والمتر، وآخر إصدار خالص هو ACI 318 SUS اللي هو باللغة الأسبانية والإنش والباوند. وإن الإصدار الأصلي بيكون باللغة الإنجليزية والباوند والإنش، والثلاث إصدارات دول بيكونوا منه بيتم تحويل جميع القوانين إلى وحدات النظام العالمي واللغة اللي أنا هستخدمها. حلو جدا. يبقى فهمنا ان ده الوحدات اللي انا هتعامل بيها. بعد كده بيقول ايه؟ ان ACI ستاندرد. هو يعني ايه اصلا ACI؟ فلان كلمه ACI يا شباب معناها معهد الخرسانه الامريكي American Concrete Institute. هو ده المعهد او المؤسسه اللي بتصدر الكود نفسه اسمها American Concrete Institute، واختصارا بقول ACI. حلو جدا. طيب بيقول لك ان ACI ستاندرد. كلمه ستاندرد عرفنا معناها، عرفنا ان المؤسسات دي بتصدر او بتعمل مجموعه من الابحاث اللي لو تم تطبيقها تصبح كود. وبالتالي افهم ان انا دلوقتي انا هتعامل مع ستاندرد او هو كان ستاندرد وتحول الى كود. طيب كلمه ان يا شباب معناها ايه؟ ان ACI ستاندرد معناها ان مش ده الاصدار الوحيد اللي ACI بتصدره، هي بتصدر اصدارات كتير من الستاندرد.
لو انا قلت ذا اس اي ستاندرد معناها ده الاصدار الوحيد من اس اي، ولكن هو في اكتر من اصدار. طيب بعد كده اول كلمه بيقول لك ايه بقى؟ بيلدينج كود. طب الكلمه دي سمعناها قبل كده وانا بكلمك في الكود، فقلت لك ان في حاجه اسمها موديل بيلدينج كود، ان بعض الدول اللي ما عندهاش القدره ان هي تعمل كود لجأت للمؤسسات اللي بتعمل موديل بيلدينج كود، وبالتالي ده هو موديل بيلدينج كود تم اعتماده من امريكا وتم تطبيقه وفرضه بقوه القانون، عشان كده اسمه بيلدينج كود ريكوايرمنت. حلو جدا. طيب بيقول لك بقى ايه؟ فور ستراكشر كونكريت. قبل ما اكلمك عن ستراكشر كونكريت خليني اقول لك عن ايه ستاندرد. احنا اتكلمنا عن ستاندرد بس في الحقيقه ليها تعريف تاني داخل الاي سي اي نفسها، لان انا عشان ادور على اي كلمه واعرف معناها في الكود مش هدور في جوجل وخلاص، لا، ادخل على الاي سي اي نفسه بحيث افهم معنى الكلمه او الكود نفسه قصده بيها ايه. فهلاقي ان في موقع اي سي اي نفسه كلمه ستاندرد يا شباب بتختص بحاجتين، حاجه اسمها ديزاين كودز وحاجه ثانيه اسمها كونستراكشن سبيسيفيكيشن. باختصارا كده يعني الستاندرد هي حاجتين بتتكلم عن اكواد التصميم ومواصفات التنفيذ. يعني الستاندرد هي عباره عن مجموعه من القوانين للتنفيذ وللتصميم، ده معنى كلمه ستاندرد موجوده في موقع اي سي اي. نرجع تاني، بيلدينج كود ريكوايرمنت وعرفنا معناه، بيقول لك فور ستراكشرال كونكريت، خرسانه انشائيه، يعني لو ترجمتها بالعربي بيقول لك انها خرسانه انشائيه. طب عايز اعرف معنى ايه خرسانه انشائيه؟ فلاقي ان الكود نفسه يا شباب فيه شابتر بيتكلم عن بعض المصطلحات وتعريفها، فلاقي ان مصطلح كلمه ستراكشر كونكريت بقى معناها ايه؟ بيقول لك كونكريت used for structure purposes including plain or reinforced، هي عباره عن الخرسانه اللي بستخدمها في الاعمال الانشائيه، سواء كنت بتكلم على خرسانه عاديه او بتكلم على خرسانه مسلحه. حلو جدا. بكلمه structure concrete معناها plain concrete زائد reinforced concrete. وفي الحقيقه يا باشمهندسين ان الكود ده فعلا في شابتر بيتكلم عن الخرسانه العاديه، علشان كده الكود ده اسمه ستراكشر كونكريت، هو ولا للخرسانه العاديه بس ولا للخرسانه المسلحه بس، هو بيتكلم عن الاثنين. طب هل دايما كان الكود بيتكلم عن الاستراكشر كونكريت؟ في الحقيقه برضو لا. ان الكود يا شباب في سنه 89 هتلاقيه دايما بيخرج نسختين، نسخه بتتكلم عن الرينفورس كونكريت ونسخه بتتكلم عن الاستراكشرال بلين كونكريت. وهتلاقيه دايما برضه في سنه 92 اخرج نسخه اسمها رينفورس كونكريت، ونسخه ثانيه في 92 برضه بتتكلم عن الاستراكشرال برين كونكريت. جه بقى في سنه 95 يا باشمهندسين واخرج نسخه واحده بتتكلم عن الاستراكشر كونكريت بس، جمع الكتابين في كتاب واحد وسماه الاستراكشر كونكريت. وحتى هذا الوقت الكتاب اللي بيخرج بيتكلم عن الاستراكشر كونكريت مره واحده. تمام؟ يبقى احنا قبل كده لغايه سنه 92 كان بيخرج نسختين، واحده بتتكلم عن الخرسانه المسلحه وكتاب تاني بيتكلم عن الخرسانه العاديه. ومن سنه 95 وحتى الان بقى يخرج كتاب واحد بيتكلم عن الخرسانه الانشائيه، وتم ضم الخرسانه العاديه مع الخرسانه المسلحه. طيب عرفنا كده يا شباب معنى كلمه الاستراكشر كونكريت، بس عايز ارجع لك كده تاني واقول لك على بعض المصطلحات بحيث تبقى انت فاهم. دي نسخه قديمه من الكود فيها مجموعه من المصطلحات. تعالى بيقول لك ايه؟ يعني ايه بلين كونكريت؟ بيقول لك هي عباره عن خرسانه مش ما بيتطبقش عليها التعريف بتاع الخرسانه المسلحه، يعني من الاخر بيقول لك الخرسانه العاديه هي مش خرسانه مسلحه، اي حاجه غير الخرسانه المسلحه تبقى خرسانه عاديه. طيب تعالى بقى نرجع للرينفورس كونكريت. ايه هي الخرسانه المسلحه؟ بيقول لك هي عباره عن خرسانه وفيها حديد تسليح ومصممها علشان الاثنين يشتغلوا مع بعض كعنصر واحد، ده معنى الخرسانه المسلحه. طيب في كمان مصطلحين حابب ان احنا كده نعرفهم، مش هندخل فيهم قوي ولكن بس نفهمهم، اللي هو البريكاست كونكريت اللي هو معناه بالعربي خرسانه سابقه الصب. يعني ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك في التعريف بتاعها ابلين اور رينفورس كونكريت، يعني دي قد تكون خرسانه عاديه وقد تكون خرسانه مسلحه. يعني البريكاست قد تكون موجوده في الشابتر بتاع الخرسانه العاديه، قد تكون موجوده في الشباتر الخاصه بالخرسانه المسلحه. طيب البريستريت كونكريت هي عباره عن خرسانه سابقه الاجهاد. طب في التعريف بتاعها كده من غير ما ندخل فيه قوي بيقول لك هي عباره عن رينفورس كونكريت ان ويتش، خرسانه مسلحه، ويبدا يشرحها لك بقى، يعني خرسانه مسلحه وبمواصفات مختلفه شويه. تمام؟ يبقى عرفنا مجموعه من المصطلحات، عرفنا عن ايه ستراكشر كونكريت، عرفنا عن ايه بلين كونكريت، وعرفنا عن ايه رينفورسد كونكريت. طيب تعالوا كده نرجع للكود. فهمنا كل ده، نرجع بقى ليه يعني ايه سي اي 318 19. عرفنا ان اي سي اي معناها معهد الخرسانه الامريكي. طب يعني ايه 318؟ ببساطه كده لو نزلنا تحت هتلاقي مكتوب ايه؟ ريبورتد باي اي سي اي كوميتي 318. يعني ده الكتاب ده تم اصداره عن طريق لجنه كوميتي، يعني لجنه رقم 318 في الاي سي اي.
عشان كده لازم اقول لك ان الاي سي اي فيه مجموعه من اللجان اللي بتصدر الستاندرد دي، واللجنه المختصه بالكود الخرسانه المسلحه اسمها اللجنه رقم 318. طيب يا باشمهندس ازاي عايز اتاكد؟ تلاقي الجزء ده يا باشمهندس هو عباره عن جزء من موقع اي سي اي بيقول لك ان اللجنه رقم 318 مختصه بالاستراكشرال كونكريت بيلدينج كود، واللجنه دي ليها اكتر من فرع. في فرع مثلا اول فرع فهو مسؤول عن الشابتر بتاع الجنرال، مسؤول عن الكونكريت، مسؤول عن الكونستراكشن. وليكن مثلا شابتر تاني او بتاع دي بتتكلم عن العناصر نفسها. اللجنه الفرعيه رقم اي هي بتتكلم عن القطاعات والممبر سترينث. وبالتالي عرفنا ان كلمه 318 معناها اللجنه المختصه بكود البناء. طيب دلوقتي يا شباب عرفنا كلمه 318 او رقم 318 بيعبر عن اللجنه اللي مسؤوله عن كود البناء. طيب 19 بيعبر عن ايه؟ 19 دي بتعبر عن تاريخ الاصدار، معنى ذلك ان الكود ده تم اصداره في سنه 2019. لو 14 يبقى 2014، لو 11 يبقى 2011 وهكذا. حلو جدا، يبقى عرفنا العنوان كله بيتكلم عن ايه. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ كومنتري اون بيلدينج كود ريكويرمنت، نفس العنوان اللي فوق بس زود لك حاجه اسمها كومنتري. في الحقيقه يا باشمهندسين ان هنلاقي الكود مقسوم نصين، نص بيتكلم عن البنود نفسها والنص التاني بيتكلم عن حاجه اسمها الكومنتري او الشرح. لان الكود يا شباب عباره عن جمله واحده بيتكلم عن بند معين بيقوله لك. والله يا باشمهندس لو انت ما فهمتش البند ده تقدر تتحرك ليه الجزء اللي قصاده بالظبط، تفهم من الكومنتري اللي هو الشرح بتاع البند نفسه. وكان في الاول يا باشمهندسين كان بيحط الكومنتري في كتاب لوحده او عباره عن جزء منفصل من الكتاب، والشرح او البنود نفسها في جزء لوحده. لكن حاليا بقى الكتاب عباره عن كتاب واحد، والكومنتري ناحيه اليمين والبنود نفسها ناحيه الشمال. برضه هلاقي نفس الكلام بالظبط، ولكن هنا بيقول لك اس اي 318 ار لسنه 2019. حرف الار ده يا باشمهندسين معناه الكومنتري، يبقى اي بند في حرف الار معناه ان انا بقول لك ان ده كومنتري. طب يا باشمهندس اديني كده مثال. اقول لك المثال اللي انا لسه قايله لك من شويه اللي هو ار 1.2.3 ده عباره عن كومنتري، ده مش بند، ده شرح للبند نفسه. حلو جدا يا باشمهندسين. طيب ده يعتبر الغلاف كله اتكلمنا عليه. في الاخر خالص يا باشمهندسين بيقول لك ايه؟ الاس اي هو عباره عن معهد الخرسانه الامريكي، بيقول لك دايما متقدم متغير، لان فعلا الكود كل 3 سنين يا باشمهندسين بيتغير. الكود الامريكي ده كل 3 سنين بيتغير، ولكن هم عملوا خطه جديده ان هو يتغير كل 6 سنين. لان هو اخر اصدار مثلا في اصدار كان سنه 2008، بعد كده في اصدار 2011، بعد كده 2014، بعد كده الاصدار الجديد اللي هو بتاع سنه 2019.